السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناتكم بنت الصفراء DZ. كما عودناكم جيبوا لكم آخر الأخبار وآخر التطورات في وطننا الجزائر. اليوم جبت لكم أهم التسجيلات المتوفرة والمتاحة حاليا وطنيا لسنة 2024، طبعا بالتوفيق للجميع. قبل لا نبدو الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. كما أنتم تشاهدون على الشاشة التسجيلات المتوفرة والمتاحة حاليا. نجد أول تسجيل هو التسجيل في مسابقة قطاع التربية، مشرف تربية، مقتصد، نائب مقتصد، مخبري ونائب مخبري. أتمنى أن تكونوا سجلتوا في هذا الموقع لأن آخر أجل للتسجيل هو 13 أكتوبر 2024 بالنسبة للتخصصات المطلوبة لهذه المسابقة، وبالتوفيق للجميع. ثانيا عندنا التسجيل في السنة التحضيري لمواليد 2019. نعرف هذا العام سنة 2024 التحضيري سيكون لمواليد 2019 إن شاء الله تكونوا سجلتوا قبل آخر اللي هو 9 أكتوبر 2024 بالتوفيق لأبنائنا الأعزاء. عندنا ثالث تسجيل وهو التسجيل للمشاركة في قرعة الحج 2025 بالتوفيق للجميع. وآخر أجل للتسجيل بالنسبة لقرعة الحج يكون في 27 أكتوبر 2024. بالنسبة للتسجيل في مسابقة إدارة السجون كان آخر أجل للتسجيل هو 20 أكتوبر 2024. بالنسبة لتلاميذنا الأعزاء طلب الإدماج لمفصولين عن الدراسة، يعني تم إقصائهم من الدراسة بحكم السن أو بحكم التكرار سنة أكثر من مرتين أو ثلاثة. هنا يكون طلب الإدماج للمفصولين عن الدراسة يتم الرد على طلباتهم يوم 9 أكتوبر 2024. نروحوا للقرعة العشوائية الأمريكية. سيكون آخر أجل للتسجيل فيها 5 نوفمبر 2024. أما التسجيل لطلب المنحة الجامعية للطلبة وتسجيلات البكالوريا مبدئيا يكون في شهر نوفمبر إلى غاية الإعلان من طرف هذه الوزارة الوصية لكل قطاع. وهنا نكون قد نوهنا للتسجيلات المتاحة لسنة 2024 وآخر أجل لكل تسجيل. وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله.